ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. تعالوا بقى نعمل ايه مع بعض كبات كيكة كده خطيرة وجميلة هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا نشوف الاول المنيو مع بعض ايه. اول حاجة معايا بقى ايه، ربع كوباية من الدقيق، ربع كوباية من الحليب الرايب، تمام. معايا ربع كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من سكر البودره، معلقه كبيره من اللبن، عفوا، معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من الايه، الكاكاو الخام، تمام. ورشه ملح ولون طعام صحي احمر، بودره، وكمان جل. خلاص كده يا بنات، وثلاث بيضات. خلاص، تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه معايا بقى ايه، بوله ناشفه جدا زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى بالبيض بتاعنا، تمام. وهنحط بقى رشه الفانيليا عشان نضيع اي زفاره زي ما انتوا شايفين. طيب اللبن الرايب، لو مش عندك لبن رايب ممكن تجيبي لبن عادي وتحطي فيه معلقتين كبار من الخل وتسيبيه شويه كده لغايه اما ايه يروب معاكي، وبتشتغلي مع ايه في الوصفه. خلاص، نزلت بقى ايه بالسكر بتاعي والبيض زي ما انتوا شايفين كده، وهضربه كويس جدا بالمضرب الكهرباء. لو مش عندك مضرب كهرباء ممكن تستخدمي عادي مضرب عادي. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده انا ضربت السكر والايه والبيض مع بعض، واحط بقى ايه الزيت بتاعي، بس لازم زيت يبقى نوع كويس جدا عشان مش يعمل معاكي ايه ريحه في الايه في الاكل. خلاص، نزلت بيه كده كله مره واحده زي ما انتوا شايفين كده، وكمان هضرب تاني بالمضرب، تمام كده يا بنات. واحط بقى ايه الحليب بتاعي وانا بشتغل في الكيكه. بولع طبعا ايه الفرن بتاعي عشان ادخله على طول. خلاص، جبت المضرب العادي زي ما انتوا شايفين، حطيت بقى اللون الجيل اللي هو الاحمر، وكمان هحط بقى اللون الايه الجيل اللي بتاع البودره والجيل لغايه اما اتحكم في اللون اللي انا عايزاه كده، لون بنت. هحط تاني نقطتين لغايه اما يديني اللون اللي انا عايزاه الاحمر زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طيب الحشوه اللي انت بتحشيها ايه بعد ما الكيكه تطلع من الفرن؟ هو زبده وسكر بودره وجبنه كريمي. خلاص، بتعمليها بقى بالمضرب الكهرباء. انا كده حطيت الكاكاو وحطيت الدقيق بتاعي والبيكنج باودر، ونقلب كل المكونات الجميله دي بالمضرب زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى ايه، بجيب كبات كيك زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بدهنه بس مسحه بسيطه جدا من الدقيق من الزيت. خلاص كده كده الخليط بتاعي مظبوط جدا. انت ممكن تاكليه ساده من غير اي حشوه، انت حسب الرغبه. بس انا عملت حشوه بكريمه، قصدي عفوا بزبده وسكر بودره وجبنه كريمي. خلاص كده جبت بقى ايه معلقه بتاعه الايس كريم، بدات احط بقى معلقتين كبار كده من كل كب كيك، وادخله بقى ايه الفرن بتاعنا يا بنات. طبعا احنا مولعين الفرن قبل ما ايه نعمل الكب كيك يا بنات زي ما انتوا شايفين اهوت. دخلت الفرن بتاعي وطلع من الفرن. طبعا هسيبه يهدى خالص ويبرد، وبعد كده احشيها بالحشوه اللي انا عملتها، بس ما جاتش طبعا معايا في الايه في الفيديو. هي ايه زبده فيرن وكمان سكر بودره وجبنه كريمي زي ما انتوا ايه شايفين. بس ان شاء الله هبعملها لكم في فيديو تاني سريع كده ان شاء الله. بعد كده قدمت طبعا في الطبق النهائي زي ما انتوا حضراتكم طبعا شايفين. وكمان حطيت من فوق كده في التزيين توت احمر، طبعا بنجيبه من عند بيت الحلواني او اي محل انتوا عندكم. وزي ما انتوا شايفين كده هش جدا الكيك، جميل جدا، والكريمه بقى ايه خطيره. وان شاء الله جربوها يا بنات. اتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم والحلقه تعجبكم ان شاء الله، ويا ريت ما تنسونوش بقى باللايكات كتير.